بيبدأ المسلسل بالبطل جي سونج جون وهو بيعمل بازل للوحة بيحبها واسمها لوحة رينار، وبيبحث في صندوق من الجوابات القديمة. وبتبدأ القصة بهير جين وهي بتشتغل في مطعم، وبتتصل بيها صاحبتها هاري وهي في عيد ميلادها، وبتقول لها ليه اتأخرتي؟ فبتقول لها إنها في الطريق، وبتمشي على طول من الشغل وهي بلبس الشغل ومتبهدلة. وبتدخل الحفلة اللي مليانة ناس شيك ببدل وفساتين سواريه، وبتستقبلها صاحبتها بالأحضان، وبتتكعبل هاري على الأرض وبتقع في البسين، وبتجري هير جين كمان على البسين لكن بتقع فيه ومحدش بينقذها، وبتفضل لغاية ما بتخرج بنفسها وبتروح وهي مبلولة. وبنعرف إن هير جين عايشة مع صاحبتها هاري وحياتها صعبة بالرغم إن حياة صاحبتها كويسة وغنية. وبتبحث هير جين على شغل في شركات، ولغاية دلوقتي ما اشتغلتش إلا في المطعم اللي شغالة فيه حاليا. وبتروح عشان تقابل سونج جي صاحبها من زمان وكان وقتها تخين، وبتبحث عنه لغاية ما بتلاقيه، بس بتلاحظ إنه غير من شكله اللي كان عليه وهو صغير معاهم في المدرسة، وبيبقى وسيم وجميل. وفجأة كانت مفكرة إنه جاي ليها لكنه بيغلط وبيروح لواحدة جميلة جدا جنبها وافتكر إن هي جين. وبتجري هي جين واللي حست إنها مش جميلة كفاية عشان تلفت نظره، وبتستخبى منه وما بتردش على تليفونه، وافتكرت في لحظة كل اللي قالوا عليها وإنها مش جميلة. وبتروح البيت من غير ما تقابل سونج جون، وبتحكي لصاحبتها هاري وبتطلب منها تروح في المكان وتقابله على أساس إن هي جين مش هاري. وبتروح فعلا وبيقابلها سونج جي وبيعزمها في مطعم، وكل ده وهي جين بتراقبهم. وبتروح المطعم هي كمان وبتاخد ترابيزة جنبهم، وبيحكي سونج جون عن حياته في أمريكا وبابا اللي عايش في سياتل وإن شغله في إخراج الفنون، وبيسأل هاري أسئلة مش عارفة تجاوب عليها، وبتساعدها هي جين وبتشاور لها إنها تجاوب على سونج جون، وبيتكلم عن مشاعره تجاهها وعن ذكرياته وهم صغيرين. وبتتأثر هي جين وهي من وراه في الترابيزة، وبيحكي لهاري على أساس إنها هي جين. وفي نهاية اليوم بتقول له هي جين المزيفة إن عندها خطة للدراسة بره كوريا وهتسافر إنجلترا بكرة، فبيتصدم وبيجري يجيب هدية ليها وبيودعها، وبيقول لها لازم تتصلي بيا. وهو في لحظة رومانسية وبتبقى شايفاهم هي جين من بعيد وبتتحسر وبتبكي، وبتفتكر هي جين وهي صغيرة في المدرسة وإزاي كانت بتساعد سونج التخين اللي الكل كان بيتريق عليه، وافتكرت وهو بيودعه وهما صغيرين لأنه مسافر أمريكا لباباه. وبتنجح هي جين في التقديم لمجلة أزياء شهيرة اسمها موس، وبتشتغل تحت التدريب لوقت مؤقت، وبتتقبل بالرغم من مظهرها الملخبط، وبتبدأ تحاول تظهر جديتها في الشغل الجديد رغم إنها بتتعرض للمضايقات من زمايلها، وبالأخص واحد منهم لأنه حس إنه شافها قبل كده. وبتحصل مفاجأة كبيرة وهي إن المحرر الرئيسي للقسم اللي شغالة فيه هو سونج جين حبيبها. وبتتفاجئ هي جين ومش بتبقى عارفة تعمل إيه، وبتحاول تهدي نفسها في الشغل، وبتتصل بيها هاري وبتنصحها إنها تقنع رئيس التحرير إنها تمشي من القسم اللي بيشتغل فيه. وبتروح هي جين لرئيسها في الشغل وبتطلب منه إنها تمشي من القسم وتنقل لقسم إداري تاني وما تبقاش مع المحررين، فبيرفض رئيسها في الشغل وبيقولها المشكلة مش معايا، لازم تاخدي موافقة مديرة التحرير كيم رارا اللي معروف إنها مغرورة جدا. فبتحبط هي جين وبترضى بالأمر الواقع، وبيقابلها صاحبها في الشغل واللي اسمه كيم شيك هيوك وقال لها إنه مسؤول عن نقلها من المكان لفريق تحرير تاني، وإنه ممكن ينقلها لو عاوزة بس على شرط تجيب له فطار كل يوم. ولكن فجأة بتيجي رئيستها المباشرة في الشغل وبتقول لها هتكوني مسؤولة عن الترجمة والتحرير وإن شغلك كويس، وهي بتحاول تهرب من رئيستها بإنها فاشلة ومش هتعرف تشتغل، وبتحاول تهرب من سونج وهي في المجلة. لكن لما بتركب الأسانسير بيركب معاها وبتحاول تفتح الأسانسير وهو بيقول لها اهدي لأنه بيشوفها عصبية ومرتبكة، لحد ما بيمسك إيديها وبيبص عليها وبيقرأ اسمها كيم هي جين وبيستغرب. ولما بتطفى الأنوار في الأسانسير وبيتعطل بتشتغل أغنية كانت بتحبها زمان على الآيباد بتاعه، وهي نفس الأغنية اللي كانت بتشغلها ليه لما كانوا صغيرين، وبيقولها الأغنية دي هتخليها تهدى. وفعلا بتهدى لغاية ما الأسانسير بيتصلح وبيخرجوا منه، وبتشوفها مديرة التحرير كيم رارا وبتسخر منها وبتقولها شكلك مثير للغثيان وما ينفعش للعمل في مؤسسة موست. وبيشوف سونج جي من بعيد المحادثة اللي بينهم، وبتكمل مديرة التحرير كلامها وبتقول لها لازم منظرك يكون أحسن من كده. وبيبعت سونج جي لهاري على الإنترنت وبيقول لها عاملة إيه في لندن، فبترتبك وما بتعرفش تعمل إيه، وكانت جنبها هيجين اللي هي كمان بترتبك وبتقول لها هنعمل إيه دلوقتي. فبتفكر هاري وبتبعت له صورة قديمة ليها أيام ما كانت بتتفسح في لندن علشان تثبت له إن هي هناك للدراسة. وبعدها بتحضر
بتحضر هيجين اجتماع في الشغل، وبعد شوية بيطردها سونج وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا، وده بيزعلها وبترد بان هم اللي قالوا لي احضر الاجتماع، وبتركب معاه الاسانسير وبتحاول تفتح معاه اي كلام، وبعد شوية بتقول له انت بتكرهني ليه، فبيرد عليها وبيقول لها انت مش مؤهلة للعمل وانا هديكي فرصة بس لان اسمك موافق لاسم حد ناجح وكويس اعرفه. وفي يوم بيمشي سونج تجيب عربيته وبيعدي على الفندق اللي هاري بتشتغل فيه مساعدة المدير، وبيوقف عربيته بسرعة لانه شافها، وبيدخل الفندق وراها وبيمسكها من ايدها وبيقولها انت رجعتي امتى، وهو مستغرب، وبترتبك وبتحاول تكذب عليه باي حجة، وبعدين بيقول لها يلا بينا نقعد في كافيه وتحكي لي، وبتقول له هاري اني رحت فعلا لندن بس جتني مكالمة اني لازم ارجع تاني كوريا، فبيصدقها سونج وبيقول لها انا ما كنتش اعرف انك مسؤولة في فندق، فبترد عليه وبتقول له وانا ما كنتش اعرف انك نائب التحرير في مجلة ازياء، فبيقول لها وانت عرفتي منين، فبتتحجج وبتقول له ان انت قلت لي لما اتقابلنا. وبتروح هيجين لسونج في شغله وبتطلب منه ترجع للاداره لانها مش عارفه تتعلم في قسم الازياء، بس بيعاملها وحش وبيقول لها انت مش بتتعلمي، وبيرمي الدوسيه في وشها لانها ما رتبتش اللي حصل في الاجتماع. وبتزور هاري والدها وزوجته وبتقول لها زوجة والدها انت اخلاقك مش كويسه وبتعرفي وبتقابلي شباب وبيحاولوا يتصلوا بيكي وان غالبا ده بيبقى وراثه. بتلمح لها عن مامتها اللي انفصلت عن باباها وسافرت على اليابان، وبعدين بتزعق هاري وصوتها بيعلى وبيجي باباها وبيضربها بالقلم لانها بتزعق لمراته، وبعدين بتعتذر وبتمشي. وبتروح هاري الكافيه وكانت في حاله سيئه جدا، وبيقرب منها واحد وبيضايقها، وبيدخل سونج المكان بالصدفه وبيبعد الشخص ده عنها. وبنشوف سونج بيقابل بنت صغيره في الكافيه شبه صديقته هي جين بالظبط وهي الصغيره، والبنت دي كيم هاري اخت هي جين، وبيفرح جدا سونج انه ابتدى يتعرف عليها ولسه بيتكلم معاها وبيقول لها انا زميل اختك من واحنا صغيرين. بتشوفهم هيجين وبتحاول تستخبى منهم لغايه ما بتجيلها فكره تبعده بيها عن اختها، وهي انها تتصل بيه وتقول له انا الموظفه هيجين ولازم تيجي حالا للمجله لان مديره التحرير عايزاك. وبتشوف شين هيوك وبيبقى زميل هيجين وبيبدا يعجب بطريقتها حتى وهي دايما بتتسبب ليه في المشاكل بسبب قله خبرتها. وبتحاول هيجين تحسن من شكلها في الشغل عشان تبقى جميله قدام سونج، ولكن بيبقى من غير فايده. وبتشتغل هيجين في حاجات كتير في الشركه زي انها بتسوق عربيه نائب رئيس التحرير سونج، وفي يوم وهي بتوصله بالعربيه بيبقى مش طايق يرد عليها، وده بسبب انها بتوصله في طريق غلط غير اللي هو عاوز يروحه. وبتوصل العربيه لجسر زحمه جدا وبتحاول تحل المشكله وتتصرف بانها بتتفق مع واحد بموتوسيكل انه يوصله بسرعه للمطار اللي هو عايز يروحه. وبتجري هيجين على المطار عشان تطمن على سونج، وبتعرف ان المشروع اللي كان رايح يخلصه تم قبوله وان الحكايه خلصت ومش لازم يحضر الاجتماع. وبتفرح جدا لكن هو بيزعق لها وبيتهمها بالغباء لانها كانت هتضيع من ايده مشروع مهم وانها دايما بتثير المتاعب. وبترد عليه بالاسف وانها سالته على المكان لكن هو ما ردش عليها في العربيه، وبيكملوا زعيق وخناق وبيركب العربيه وبيسيبها، لكن بتجري قبل ما يمشي وبتقول له انها بتكرهه لانه هو بيعملها باحتكار وبيعامل كل واحد في الشغل باحتكار وانه نائب رئيس تحرير مستبد ومتكبر. فبيسيبها وبيمشي بالعربيه من المطار، وبيجي بابا هاري للفندق اللي بيملكه واللي بتشتغل فيه هاري وبيعتذر لها عن ضربه ليها بالقلم وبتتقبل عذره، لكن من جواها بتبقى لسه حزينه. وهيجين بتمشي من شغلها في المجله والدنيا بتمطر، وفجاه بيظهر جيت سونج جنبها وهي بتفتح الشمسيه وبيستغرب من لون وشكل الشمسيه لانها نفس الشمسيه اللي قدمها لهاري لما شافها على انها هيجين، وبتاخد بالها وبتتوتر وبتمشي. وبيقابل جيت سونج هاري بالصدفه وبيخليها تركب معاه العربيه في نفس الوقت اللي شين هيوك بيقابل فيه هيجين في كافيه برضه بالصدفه، وبتقرر انها تحكي له كل حاجه. وبيقرر هيوك انه يساعدها وبيسمع كل احاسيسها تجاه سونج بعد ما عرف الحقيقه. وبتفكر هيجين في فكره مجنونه بانها تدخل بيت سونج، وفعلا بتعرف تدخل البيت بمساعده زميلها هيوك وبتلاقيه نايم، وبتلاقي لوحه البازل اللي عنده وبتفتكر اللوحه، لكن بتتوتر لما بتشوفه بتوقع البازل اللي ناقصه واحده والبرواز الازاز، وبيمسكها سونج وبيحقق معاها في انها ازاي دخلت البيت وليه، فبتقول له انها عرفت من المفكره ارقام دخول البيت. وبتروح هاري مع صاحبتها هيجين لبيتها عشان يزوروا باباها ومامتها واختها الصغيره، وبتتحسر هاري على الحب الموجود بينهم مع انهم اسره فقيره. وفي نفس الوقت بتفتكر هيجين اللي حصل في بيت سونج حبيبها وكسر البرواز والبازل اللي ناقص قطعه صغيره من وهم صغيرين لان القطعه معاها.
معاها وبتوصلها هاري بعربيتها. وبعد كده بتجيلها مكالمة مهمة من عارضة أزياء وبتطلب منها فلاشة مهمة في مكتب نائب التحرير سونج. ولما بتبقى في المكتب بتسمع صوت وبعدها بيدخل سونج وبتستخبى في المكتب وبيمسكها وبيقول لها ليه انت هنا؟ فبتقول له جيت علشان نسيت شغل مهم. وبينتهي الموقف بانه بيشوفها غبية وبتجري وبتقع منها قطعة البازل على باب الشركة وبتكتشف ان قطعة البازل وقعت منها وبتحاول تدور عليها في المجلة وبتسأل عاملة النظافة وبتلاقيها فعلا في الأرض. بس وهي بتاخدها بتلزق القطعة في جسم سونج من غير ما ياخد باله. وبتشتري هيجين ساندويتشين وبتروح تحط ساندويتش وإزازة عصير ليمون بيحبوا من وهم الصغيرين. وبعدها بيقعد على المكتب وبيبص من بعيد لهيجين. وفي الشغل بنشوف زميلة هيجين بيقع عليها مشروب سخن وبعدها بتمشي فبتقوم تشيل المشروب. وبيجي سونج وبيقول لها انت فاتحة مركز خدمات ليه انت اللي بتعملي كل حاجة؟ وبيمسكها من ايديها وبيقول لها لازم تحطي العلاج كويس علشان ايدك متعورة. وهي بتبص له برومانسية وبتطلع هيجين من الشغل والدنيا بتمطر. وفي نفس الوقت بيكون سونج سايق عربيته وفي نص الطريق بيلاقي عربية مقلوبة وفيها واحد ميت وبيفتكر المشهد اللي ماتت فيه مامته بنفس الطريقة وما بيقدرش ياخد نفسه وبيتشنج وبيركن عربيته وبينزل منها وهو دايخ. وبتشوفه هيجين وهي راكبة الأتوبيس وبتنزل تنقذه وبتشيله من الطريق وبتفتكر الحالة اللي جات له لأنها كانت بتجيله وهم صغيرين. وبعدها الدنيا بتمطر فعملت زي ما كانت بتعمل زمان وبتغطيه بالبلطو وبتهديه كأنهم لسه صغيرين. وبيبص لها سونج وبيفتكر وهم صغيرين. وبعدها بيقول لها هيجين وبتتصل بسواق عشان يسوق عربيته ويروحوا للبيت. وفي نفس الوقت بتتصل هاري بسونج علشان تعرف ليه ما جاش في الميعاد. فبيرد عليها السواق وبيقول لها ان الزبون مريض وانا بروحه للبيت. فبتستأذن هاري من هيوك اللي كان قاعد معاها في المطعم وقالت له انا لازم امشي. وبتروح لسونج عشان تطمن عليه. وبتشوف هاري بتاخد البازل الناقصه من بيت سونج من غير ما ياخد باله وبتحتفظ بيها. وبتقابل هاري هيوك وبتقول له انها بتحب واحد ولازم الحب ده ينتهي. وبتاخد نصيحته وهو بيقول لها ما تبصيش وراكي ولازم تسيبيه طالما مش عاوزه تكملي امشي وخلاص. وبيروح سونج للفندق اللي بتشتغل فيه هاري وبينادي عليها باسم هيجين وبتاخد بالها من بعيد مرات باباها واللي كانت بالصدفه بتزور الفندق. فبتاخده هاري بسرعه وبتروح معاه المطعم تعزمه على العشاء وبتقول له انا لقيت قطعه البازل دي. فبيستغرب سونج وبياخد منها القطعه. وبتستأذن هاري من سونج بانها هتقوم تروح الحمام. وفي حمام المطعم بتقابل مرات باباها وبتقولها هو انت ليه بتكدبي على الرجاله لما بتقابليهم؟ ليه ما بتقوليش اسمك الحقيقي؟ فبترد عليها هاري وبتقول لها ارجوك اعملي نفسك ما شفتيش خالص. وبترجع وبتقول لسونج يلا نمشي من هنا بسرعه. لكن بتيجي مرات باباها وبتبص لسونج وبتقول له انت شكلك مناسب ليها واكيد هشوفك قريب. فبتتوتر هاري وبتجري من المطعم وبيجري وراها سونج وبينادي عليها وبيقول لها هيجين استنيني. فبتقف وبترد عليه وبتقول له ما تنادينيش بالاسم ده تاني. وبعدها بيسافر سونج في رحله تبع شغله وبياخد معاه هيجين وبيقضي يوم لطيف على البحر. وبتحس هيجين لاول مره انها بتقرب من سونج وبتتصل هاري بسونج وهو مع جين وبتقول له انت فين؟ فبيقول لها في رحله عمل. وبعد كده بتتصل هيجين بهاري وبتقول لها انا مع سونج. وبتحس هاري باحساس ما بين الحيره والغيره في نفس الوقت. وبيقعد سونج قدام البحر وبيقعد يحكي لهيجين على طفولته وقد ايه كان طفل بائس لغايه ما شاف هيجين زميلته في المدرسه وانها ساعدته وكانت بتبعت ليه الرسائل وهو في امريكا لحد ما رجع مره تانية لكوريا. وفي وسط الكلام بيحس باحاسيس كتيره جدا وهو بيراقب هيجين من بعيد وهي واقفه على البحر وبتلعب مع الاطفال. وبعد كده بيقرر يرجعوا بعد اليوم ما بينتهي وبيقول لها يلا يا كيم هيجين يعني باسمها كامل. فبتقول له انت اول مره تقول لي اسمي بالكامل. وبعدها بيعزمها على العشاء وهم بيتعشوا بتبتسم لما بتشوفه بيخرج حبوب البسله من الطبق. فافتكرت وهو الصغير لما كان بيعمل نفس الحركه وهم بياكلوا مع بعض. وابتدت العلاقه تتطور اكتر بينهم. وكانت هيجين في الوقت ده نفسها تقول لسونج ان هي صاحبته من الطفوله لكن بتمنع نفسها انها تقول كده وبتبوظ اللحظات الجميله اللي بينهم. وفي نفس الوقت بيقابل هيوك هاري في المطعم وبيقول لها انتي امتى هتقولي حقيقه لسونج؟ فبتقول له عايزه اقول له لكن متردده اقول له امتى دلوقتي ولا بعدين. وبيقابل سونج هاري وبيعزمها في كافيه وفي نص الكلام بيقول لها ان في واحده متدربه معاهم في الشركه حافظه كل الاغاني القديمه اللي كنا عارفينها واحنا صغيرين. وفجاه بتقرب منه هاري وبتقول له هو انت بتقابلني ليه؟ لاني صديقتك من زمان ولا في مشاعر تانية بينا؟ وبيسكت سونج وما بيعرفش يتكلم. وهم بيتكلموا بتقرب منه هاري في لحظه رومانسيه وفي
وفي نفس الوقت كان هيوك مع هي جين في الشارع وقريبين من هاري وسونج، وبعدين فجأة بيبص هيوك وبيشوف هاري مع سونج، وبياخد هي جين قبل ما تشوف سونج مع صاحبتها هاري. وبيمشي هيوك مع جين في الشارع، وبعدين بيسألها وبيقول لها ما تحكي لي عن صاحبتك المقربة هاري، وبتعرفيها من امتى، وهل هي صديقة مقربة ليكي فعلا؟ فبتحكي له هي جين عن علاقتها بهاري، وان مامة هاري كانت صديقة مقربة لعائلة هي جين، ومن هنا بقوا اصحاب جدا وبقوا يقضوا كل حياتهم مع بعض، لدرجة انها عايشة معاها في نفس البيت. وفجأة هي جين بتحس ان هيوك ممكن يكون بيحب هاري، عشان كده بيسأل عنها كتير. فبتقول لهيوك هو انت بتحب هاري ولا ايه؟ فبيقول لها لا انا بسأل عادي، يعني ما تاخديش في بالك. وبيمشي سونج مع هاري وبيروح لسور في الشارع كانوا بيروحوا عنده وهم صغيرين وراسمين نفسهم عليه، وبيلاقي سونج رسمته وهو صغير وبيفرح جدا، وبيقول لهاري بصي الرسمة زي ما هي. فبتقول له هاري خلينا في الحاضر وبلاش الماضي. فبيطلع قلم من جيبه وبيرسم نفسه وبيرسمها تاني وهم كبار جنب الرسمة الأولى. فبتطلع قلم أحمر شفايف وبتعمل علامة القلب على الرسمة، وبترجع هاري على البيت وهي في العربية وبتركن بيجي سي هون، وده شخص كانت بتقابله. فبيقول لها مين الحقير اللي بتتمشي معاه اليومين دول ومش بتردي عليا في التليفون؟ فبترد وبتقول له مالكش دعوة بأي حد، ولو شفتك هموتك. وبتسمع هي جين المحادثة دي من الشارع وبتقول لها ايه ده انت بتحبي؟ انا فرحانة علشانك. وبدأت تسأل انا فضولية لازم تقولي لي مين هو. وبتقول لها انا هشجعك وهفضل جنبك. كل ده وهاري بتشعر بحسرة وندم وأسف، وبتقول لنفسها انا اسفة يا هي جين، انا اسفة يا صاحبتي. وبيروح سونج لهاري وبيعمل لها مفاجأة وبياخدها للسينما، لكن كان سرحان في هي جين واللي شافها مع هيوك وحس بالغيرة لأول مرة قبل ما يروح لهاري. وبتفرح هي جين لأن اسمها نزل لأول مرة على المجلة، وبتبعت صورتها مع اسمها اللي اتنشر لباباها ومامتها. وتاني يوم وهي منتظرة إشارة المرور أول ما بتفتح بتمشي وبتقول يلا بينا ننطلق، ودي نفس الكلمة اللي كانت بتقولها لنفسها ولسونج زمان واللي كان نفسه يسمعها، والمرة دي سمعها منها من غير ما تاخد بالها إنه جنبها. وبيجري عليها في وسط الشارع وبيمسك إيديها وهو متوتر ومش عارف يقول إيه. وبيقرر هيوك يروح لهاري في شغلها ويقول لها لازم توقفي لعبة هجين فورا وبلاش كدب وكفاية قوي لغاية كده. وبيقول لها لازم تقولي لسونج الحقيقة عشان ما تتورطيش أكتر من كده. فبتتوتر هاري وبتفكر في كلام هيوك. وفجأة في الشغل ومع تصوير المجلة بيقرر سونج إنه يطرد هجين من الشغل، وبتبقى زعلت ومشيت وقررت ما تروحش المجلة وتدور على شغل تاني. فبتروح هاري لهجين اللي اتطردت من تصوير المجلة وبتحكي لها وبتقول لها كنت مفكرة إني قربت من سونج في رحلة العمل. وبتشوف هاري وهي بتعيط من غير سبب، وهجين فاكرة إنها بتعيط علشانها عشان اتطردت من المجلة، بس الحقيقة إن هاري حاسة بالذنب وقررت إنها خلاص لازم تقول لسونج الحقيقة. وكل زمايل هجين كانوا زعلانين إنها مش موجودة لأنها وحشتهم وكانت شايلة عنهم كتير في الشغل، وفي نفس الوقت بيحس سونج بالندم على طردها. وهيوك بيروح لسونج وبيقول له لازم تروح لهجين وترجعها المجلة وتعتذر لها، وقال له انت عنيف معاها بزيادة مش لأنها متدربة بس لأنك معجب بيها. وبيتأثر سونج بكلامه وبيزور هيوك هجين وبيقضوا اليوم مع بعض. وفي وسط اليوم بتقول له هجين انت كنت سألتني هل سونج زميلك بس ولا في حاجة بينكم، وقلت لك مش عارفة أحدد، لكن حاليا أنا متأكدة حتى لو أنا بحبه فهو مش مهتم بيا. وبيروح سونج وبيقول لها أنا بعتذر ولازم ترجعي الشغل، لكن هي بتقول له لا مش هرجع، أنا هشتغل في مكان تاني، الشغل معاك مش مريح وشكرا على كل حاجة. وبتسيبه وبتمشي. وبتقرر هجين إنها تغير من شكلها وتجمل منظرها، وبترجع تاني لشركة موست لما أقنعها هيوك إنها لازم ترجع، وفعلا بتحسن من منظرها. وبتروح الشغل فجأة وبيستقبلها كل زمايلها استقبال جميل. وفي الوقت ده العلاقة بتتوتر بين هاري وسونج واللي ابتدت تتهرب منه وتطلب منه ما يجيش الفندق لأن عندها شغل كتير عاوزة تخلصه. وبترجع هي جين شغلها نشيطة وبيتبسط منها سونج وبيقول لها إن الشغل كان محتاجها وبتتبسط من كلامه. وهاري بتحاول تبعد عن سونج لأنها مش عاوزة تزعل صاحبتها، وفعلا مش بتروح للمطعم وبتبدأ تبعد عنه وبتعمل نفسها مشغولة. وفي يوم بتقع من طولها في مطعم وبيشوفها هيوك بالصدفة وبيوديها المستشفى وبيطلع عندها انهيار عصبي. وبعد ما بتفوق بتلاقي هيوك في المستشفى وبتتكلم معاه وبتقول أنا بالنارين يا هيوك
ما بين صاحبتي اللي ماليش غيرها وبين حبي لسونج، ومش عارفة أبعد عن أي حد فيهم. وبتفضل هاري مريضة في البيت وبتاخد بالها منها هي جين وبتعمل لها الأكل. وفي يوم بتتعمل حفلة من حفلات مجلة موست، وكان لازم يحضر سونج جي بدري في الحفلة لكن بيتأخر، وده لأن كان في مطر شديد. وبتخاف هي جين لأنها عارفة الحالة اللي بتيجي لسونج وهو سايق تحت المطر، وبيطلع إحساس هي جين فعلا صح، وبيتوتر سونج وهو سايق للحفلة بسبب المطر، وإنه بيفتكر مامته وبيبكي ومش عارف يسوق عشان يجي الحفلة. لكن بيوصل في النهاية، وفي الشارع بيتقابل سونج صدفة مع هي جين وهي بتبص للوحة رينار المفضلة ليه واللي كانت في البازل. وفجأة بيشوفها وبيقول لها هو انتي بتحبي لوحة رينار؟ فبتقول له معرفش عنها كتير بس برتاح لما بشوفها. وبعدها بتضحك وبيحكي لها عن رينار وإنه فنانه المفضل. وبعدين بتقعد تستنى الأتوبيس، وبيقعد معاها سونج يستنوا الأتوبيس ويتكلموا مع بعض. وبيحاول هيوكو إنه يتقرب من هاري وبيحاول يخفف عنها اللي هي فيه من حزن وألم، وبيقول لها لازم تتجاوزي الحزن وتشدي حيلك. وبتتصل هاري بسونج وبتقول له عاوزة أقابلك. وفي نفس الوقت بتسافر هيجين بعربية صاحبها، لكن ما كانتش عارفة إنها عطلانة، وفعلا العربية بتطلع دخان. وفجأة بتعمل حادثة على الطريق السريع، وبيتصل بيها زمايلها في المجلة وبيكونوا متأكدين إنها ممكن تكون عملت حادثة. فبيقرر هيوكي يروح للطريق، وبنشوف سونج وهو في المطعم ومستني هاري، وبيعرف إنها عملت حادثة وبيجري بالعربية وما بياخدش باله من هاري اللي جت على باب المطعم في الميعاد اللي حددوا ليها عشان تقابله. وبيروح يطمن على هي جين، وأول ما بيشوفها بيفرح جدا وبيحس لأول مرة إنه بيحبها. وبيوصلها سونج لبيتها، وبتتردد هي جين إنها تقوله الحقيقة، وفعلا بترجع عشان تقوله بعد ما بتنزل من العربية، لكن بيمشي بسرعة. فبتقرر إنها تروح وراه لغاية ما بتلاقيه راح لهاري في الفندق وقابلها، وبتتصدم وبتبقى في ذهول وبتقول لنفسها ليه يا هاري، ليه يا صاحبتي؟ وبيتكلم سونج مع هاري وبيقول لها أنا آسف إني ملتزمتش بكلامي ومشيت من المطعم. وبيقول لها أنا بعتذر منك، أنا تعبان. فبتقول له ولا يهمك، روح وارتاح. وكان في إيديها جواب كانت كاتباه ليه عشان تقول له فيه الحقيقة، لكن فضل في إيدها. فبتتصدم هيجين وبتروح البيت وهي مصدومة تماما، إزاي صاحبتها تعمل فيها كده؟ وبعد ما بتفضل على كده شوية بتتصل بصديقها هيوكو وبتحكي له وهي مش عارفة تعمل إيه، وبتقول له أنا هستنى صاحبتي هاري تقول لي، وتبرر إزاي هي لغاية دلوقتي بتحب سونج. فبيرد عليها هيوكو بيطيب خاطرها وبيقولها أنت إنسانة كويسة لأنك عايزة تسمعي من صاحبتك مبرراتها. وتاني يوم بيقابل سونج جي في محطة الأتوبيس وبياخدها عشان يشربوا قهوة، وبيقولها أنت نمتي كويس؟ أصل أنا ما نمتش وكنت بفكر في الحادثة اللي حصلت لك. فبترتبك وبعدين بتشوف هيوك من بعيد وبتقول هروح أقول له على حاجة، وكانت بتعمل كده لأنها متوترة ومش عارفة تقول إيه من الكسوف. وبيحصل اجتماع في الشركة، وطول الاجتماع بيبص سونج لهيجين وهي بتكتب محضر الاجتماع. وبعدين لما بيخلص الاجتماع بيقول لها تعالي على مكتبي، وبتديله ملخص الاجتماع وبيطلب منها تقعد معاه لغاية ما يخلص قراية الملخص. وبيقابل سونج أخت هيجين الصغيرة في مطعم وبيعزمها على الأكل، وبيقول لها هو أنت إزاي شبه أختك كده وهي صغيرة؟ وبتقول له هو لازم كله يقول لي كده؟ فبيقول لها أختك إنسانة جميلة. وبيعزم سونج هيجين على الشاي في بيته، فبتحاول تشربه بسرعة عشان تمشي وبتحاول تهرب منه. وبيحكي لها وبيقول لها على اللي حصل يوم الحادثة وإنه مش هو اللي حاول الوصول ليها الأول. فبتشرب كوباية الشاي بسرعة لأنها مش عاوزاه يكمل كلامه. وهيوك بيروح لهاري وبيقول لها اللي حصل لهيجين واللي قالته ليه، وإنها عرفت إنك بتحبي سونج وإنها مستنية تقولي لها اللي حصل. وبتروح هاري البيت وبتلاقي هيجين في البيت، وبعد كده بتقول لها هاري أنا بكرة هروح مكان تاني وهسيب لك الشقة دي. شكرا يا هيجين على كل حاجة، شكرا إنك استنيتي أقولك على كل حاجة بنفسي، وإن أنت عارفة إني حبيت سونج ومش قادرة أقول له الحقيقة. وبتروح هيجين لمعرض عشان تشوف لوحة رينار وبتلاقي هناك سونج. وبعدين في نهاية المعرض بيقول لها أشوفك يوم الاثنين في بداية العمل. فبتقول له لا هشوفك بكرة. فبيستغرب، وبعد شوية بيجيله اتصال من هاري وبتقول له عاوزة أشوفك ضروري النهاردة. فبيقول لها وأنا كمان في حاجات عاوزة أقولها لك. وبتقابل هيجين زميلها هيوك وهي بتاخد حاجات من شغلها في المجلة، وبتلاحظ إن الموتوسيكل بتاعه مش موجود. فبتقول له هو فين؟ فبيقول لها على يوم الحادثة. وبتفتكر فعلا اللي قاله سونج وإن هو مش أول واحد وصل ليها وإن في حد وصل ليها الأول. وبيطلب منها هيوك طلبه الأخير منها وبيقرب منها وبيحضنها وبيقول لها أنا بحبك، أنتي مش صاحبتي، بس ما ينفعش إن العلاقة دي تكمل عشان عارف إنك بتحبي سونج. وما عرفتش ساعتها هيجين ترد
عليه. وبيروح سونج للفندق عشان يقابل هاري، لكن قبل ما بيقابلها بيسمع مديرها بيقول لها أنا مبسوط يا هاري إنك جيتي يوم الأجازة. وبيمشي المدير وبينادي عليها سونج باسمها الحقيقي هاري، وبيقول لها ده اسمك، انت مين؟ وبنشوف هاري وهي بتحاول تشرح لسونج وبيقول لها مين انت؟ فبتحكي له انها صديقة هيت جين، وبتتأسف لسونج وهو بيقول لها يعني اللي في المجلة دي صاحبتي هيت جين، وبيفتكر كل الأحداث اللي حصلت بينه وبين هيت جين وبيتأكد انها هي، وبيتصل بهيت جين وصوته كأنه بيعيط وبيتنهد وهو بيقول لها عدى وقت طويل لغاية لما قابلتك، وحشتيني يا هيت جين، انت فين؟ عاوزة اقابلك. فبتجري هيت من قدام هيوكو بتروح له عشان يتقابلوا، وكأنهم بيتقابلوا لأول مرة، وبيقولها أخيرا لقيتك وهو بيعيط، وبيقول لها انت اتأخرتي ليه واستخبيتي عني؟ انت كنتي قريبة مني. وبيمسكها وبيقول لها أيوة انت صاحبتي هيت جين، وبتحكي له على كل حاجة وإنها ما حاولتش تقول له لأنها كانت من غير عمل ومش جميلة. وبتروح البيت وما بتلاقيش هاري، بس تليفونها بيرن وبترد على التليفون، وبعد كده بتلاقي الجواب اللي كانت كاتباه لسونج مقطوع، وبترتبه وبتقعد تقرا، وبتلاقي كلام هاري لسونج وبتقول ان هي مش هيت جين، وان صاحبتها هي جين اللي بتحبه جدا وبتتمنى السعاده ليهم مع بعض. وبتجري هيت جين تدور على هاري وبتلاقيها قاعده بتعيط في الشارع، بس بتسيبها وما بتحاولش تقرب منها وهي بتعيط. وتاني يوم بتشوف سونج وهو داخل المجله وبتعامله ببرود عشان تبعد عنه لانها حاسه انها بتحب هيوك، ومتردده تقول له ان هاري فعلا بتحبه، لكن بتسكت وهو بيبعد وبيمشي وبيدخل المجلة وبيعملها في الشغل بشكل رسمي، لكنها بتبقى متفهمة اللي بيعملها كده، وبتتبدل أحوال هاري وبتزعق لها هيت جين عشان تفوق، وبتحكي لها إنها شافتها وهي بتعيط، وهاري بترد عليها ببرود وبتقول لها أنا همشي وهختفي تماما، عشان تقول لها لا أنا اللي همشي وهختفي. وبتمشي هاري فعلا من البيت، وبرضه هيت جين رجعت لبيت باباها ومامتها، وبيروح سونج بيت هيت جين بعد ما بيتصل بأختها الصغيرة وبيعرف مكان البيت، وبيروح لباباها ومامتها وبتتفاجئ بيه، وبتشوفه بيقضي يوم لطيف بالليل مع عائلة هيت جين، وبعدين بينام على نفسه من السهر، وبيصحى من النوم بيلاقيها بتبصله وبتقول له انت بخير؟ فبيرد عليها لا مش بخير لاني معجب بيكي. وبيخرجوا بره البيت وبيقعدوا قدامه، وبيلومها انها ما قالتلوش ان هي من الاول، وهي بتقول له ممكن ما كنش حبك الاول، وهو بيقول لها لا انا بحبك وانت حبي في الماضي والحاضر، انت ليه بتتصرفي معايا كده؟ فبتحكي له عن هاري وانها بتحبه وهي اكتر من صديقة وانها بتتألم، وبينهي الكلام وبيقول لها ارجوكي ما تتهربيش مني تاني وخدي وقتك. وبيبص لها وبيقول لها انت جميلة زمان ودلوقتي. وفي يوم بتظهر تشات جو يانج والدة هاري، وبتروح لمنزل هيت جين وبتزور صاحبتها مامة هيت جين، وبتديها الهدية اللي جابتها لها من اليابان، وبتقول لها انا مش قادرة اظهر قدام هاري وانها نفسها تصالحها وتبقى جنبها. وبتبعت جو يانج مامة هاري رسالة ليها على تليفونها وبتقول لها انا هسافر كمان كام يوم وعاوزة اشوفك. فبتتصل بيها هاري وبتقول لها على نوع اكل بتحبه عاوزة تاكله عشان تشوفها. وبيدور سونج على هيوك في سيستم الشركة وبيعرف عنوانه وبيروح للفندق اللي عايش فيه، وبيقابله تحت الفندق وبياخده في كافيه وبيتكلموا وبيقول له انا محتاج لمهارتك لان المجلة في خطر وممكن تتقفل في الذكرى ال20 ليها. وبتروح هيت جين لبيتها هي وهاري وبتلاقي ورقة مكتوب فيها ان هاري هتقفل كل حساباتها وهتسيب الفندق وتمشي منه. وبتجري هيت جين للمطار عشان حست ان صاحبتها هاري هتسافر مع مامتها، وبتقعد في وسط المطار تبكي على فراقها بصوت عالي. وفي وسط ما بتبكي هيت جين في المطار بتقابل هاري وبتقولها انت لسه ما سافرتيش، وبتحضنها وبتقول لها انا مش هسيبك تمشي. فبترد هاري وبتقول لها انا مش هسافر اليابان، انا كنت بوصل ماما المطار. وبتعيط هيت جين من الفرحه وبتقول لها ما تسيبنيش. فبتحضنها هاري وبتقول لها ما اعرفش اروح في اي مكان ولا اعيش في حته انت مش فيها. وبيختفي هيوك من الشغل وبيغيب كذا يوم ورا بعض، لكن بعد كام يوم بيدخل سونج بيته وبيلاقي هيوك وبيتخض وبيقول له انت دخلت ازاي؟ فبيرد عليه زي ما دخلت قبل كده. وفي وسط خضة سونج بيقول له هيوك ايه رايك نتعشى مع بعض؟ وبيقعدوا يتكلموا في الشغل وايه اللي ممكن يعملوه عشان ينقذوا المجله. وبيرجع مره تانية هيوك للمجله عشان يحاولوا انهم يشتغلوا اكتر الايام اللي جايه في المقالات وغيرها عشان ينقذوا المجله. وبيساعد سونج وبتتحسن حاله هيري بعد ما اتصالحت مع جين. وفي يوم بتقدم ليها هديه عباره عن زوج احذيه، وبعدها بتقول لها لازم تكوني جميله في عيون سونج لانه استناكي كتير. وبتبص لها هيت جين بحزن
فبتحس هاري إنها صعبانة على هيجين، فبتقول لها ما تخافيش عليا أنا كويسة دلوقتي. وبيسافر سونج وفي المطار بتستناه هيجين، لكن بيتأخر لأنه وقع قبل ما يخرج لقاعة الانتظار. وبعد كده بتروح هيجين المجلة وهي زعلانة لأنه مجاش، فبتلاقي اتصال في المجلة وموظفة بترد وبتقول إنه تعبان وفي الطوارئ، فبتجري عشان تروح له. وبيعرف هيوكو بيحصلها هو كمان، وبتوصل هيجين للمستشفى عشان يطمنوا بعد ما كانوا قلقانين. وبيقرب سونج أكتر من هيجين وبيروح عندهم وبياكل معاهم وبيعيش أجواء عائلية جميلة، وبيتقرب منها في الشغل دايما. وهو خارج من البيت بيقابل هاري صدفة وبتقول له أكيد جيت مع جين، فبيقولها تعالي نتكلم دقايق. وبتعتذر هاري لسونج على كل حاجة عملتها، وبتحكي له إنها كانت عاوزة تقابله وتحكي له الحقيقة من البداية. وبيقولها مفيش داعي للاعتذار لأني أخطأت في حق هيجين أنا كمان. وبيودعها سونج وبيقول لها ممكن في المستقبل إننا نبقى أصحاب مقربين لأنك صاحبة هيجين الوحيدة. وبتوافق هاري وبتدخل مساعدة سونج في الشغل المكتب وبتقول له هل صحيح المجلة ممكن تتوقف لأنها مش الأولى في المبيعات؟ فبيقول لها إن ده صحيح. فبتزعق له المساعدة وبتقول له لازم كنت تقول لنا من الأول. وبتحاول هيجين وهيوكو باقي الناس في المجلة ينقذوا الموقف وبيتكلموا مع العملاء عشان يزودوا المبيعات. في نفس الوقت اللي كيم رارا مديرة التحرير بتضغط على سونج علشان يسيب منصب نائب المدير وهتحط ابن أخوها مكانه، وبتدعم هيجين سونج وإنه لازم ما يستسلمش للوضع. وفعلا بعد محاولات كتير من الجميع بينقذوا الموقف وبيمضوا عقد مع ليونارد كيم، وده أكبر عميل ليهم وهيساعد في زيادة المبيعات. وبيستنوا ميعاد المقابلة وبيدخل سونج لمكتبه فبيلاقي رسالة على موبايله من مديرة مكتب ليونارد وبتقول له إن المقابلة اتوقفت. وبيقول سونج لهيوك بإلغاء المقابلة وبيعمل اجتماع مع محررين المجلة عشان يشوفوا يعملوا إيه. وبيحاول يعمل محاولات تانية مع ليونارد كيم. وبيقابل بابا هاري بنته وبيقول لها ليه عاوزة تسيب الفندق؟ فبترد وبتقول له أنا هبقى مرتاحة وأنا بعيد. فبيقول لها أنا جنبك واطلبي مساعدتي في أي وقت، حتى لو هتسيبي الفندق وتروحي تشتغلي في أي مكان تاني. وبتشوف انخفاض مبيعات مجلة موست وبيزعل سونج وبتواسيه هيجين وبتقول له إحنا عملنا اللي علينا لكن الوضع أكبر مننا. وبيجي نائب رئيس التحرير الجديد وهو ابن أخو كيم رارا اللي بيقابله سونج، وبيطلع في النهاية هيوك هو ابن أخوها. وبيتعجب وبيتصدم سونج وبيقعد سونج مع هيوكو بدون مناقشة بينهم وبيقول له هيوك ما كانش ينفع أفضل كتير مختفي ولازم كنت أظهر بشخصيتي الحقيقية عشان أنقذ المجلة. وبيقول له هيوكو إنه كان معجب بهيجين وإنها إنسانة لطيفة وبيوصيه ياخد باله منها. وبيقول له إحنا هننقذ المجلة بس في قرارات لازم تتاخد وأهمها إنك هتمشي من المجلة وتسيبها. وبيعمل سونج فيديو كل زمايله في المجلة وبيشجعهم على العمل وإنه واثق فيهم كلهم. وبيقول لهم أنا همشي ولازم كلكم تكونوا فريق واحد عشان مجلة موست وبس. وبتقرر هيجين إنها تسيب مجلة موست وبيجي يودعها هيوك للمرة الأخيرة وبيتمنى لها حياة سعيدة مع سونج. وبتبدأ هاري تبحث عن عمل في فندق تاني وبتحاول تشوف شغل في أي مكان. وكمان بتحاول هيجين إنها تشتغل في كتابة قصص الأطفال وبيشجعها سونج إنها تعمل كده. وفجأة بيعرض عليها إنهم يتجوزوا بس هيسافر أمريكا لمدة سنة بعد ما ساب المجلة. وبيودعها سونج جي وبنشوف سونج جي في أمريكا وبيتكلموا وبيشاركوا بعض في كل حياتهم اليومية في العمل وفي الأكل وبيحكوا لبعضهم كل حاجة بالتليفون وفيديو كول. وبيكلمها الصبح وهو في الشغل وبتكون هي بالليل بتنام على نفسها. وهاري بتذاكر في تخصص تاني في الجامعة وبترتبط بطالب معاها وبتعرف هيجين بكده وبتفرح لها جدا. وفي يوم الدنيا بتمطر عندها في كوريا وبتتخيل إنها بتمطر في أمريكا وبتخاف على سونج جي جدا لأنه بيخاف من المطر وبيجيله توتر وبيفتكر مامته. وبتتصل هيجين بيه وما بيردش وبتتخيل حاجات وحشة ممكن تكون حصلت لسونج. وفجأة بيتصل بيها وبتلاقيه راجع من السفر قدامها وتحت شمسية عليها لوحة رينار وبتجري عليه في وسط المطر وبتقول له خفت عليك ما بتردش بقالك أيام. فقال لها حبيت أعمل لك مفاجأة وأجي أشوفك. وبيروح لعائلتها وبياكل معهم وبيقضي يوم جميل وبيطلبها للجواز وبتوافق وبيحددوا ميعاد الفرح. وبيروح سونج المجلة موست وبيوزع عليهم بطاقات دعوة الزفاف هو وجين وبيتفاجئوا جدا بالخبر. وبيتجوز سونج هيجين وبيحضر الفرح كل زمايلهم وبيخلفوا بنوتة وبيمشي معها سونج. ولما الإشارة بتبقى خطرة وهم تحت المطر بتقول يلا ننطلق زي ما مامتها هيجين كانت بتعمل معه وهو الصغير. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.